اغرب شناتي بالعالم صاروا موجودين بحلب، يعني شنتاي فيها شاشه بتشيل اغراضك وبتحضر فيها يوتيوب ومسلسلات، وهذا الحكي وين؟ بتلاقوه بمكان واحد. يا جماعه سامسونج رجعت على سوريا والوكيل الحصري هو سامسونج البراق، واليوم نحن امام احد نقاط البيع، ولحتى اعرفكم على شغلات رح تشوفوها لاول مره بحياتكم مميزه ودخلت جديد على سوريا. مشوا يا جماعه، اغرب شناتي بالعالم بتلاقوهم حصريا هون. بتلاقوا شنتايه سفر وبيجي معها شاشه، هي بتنوصل على الموبايل، بتقدروا تحطوا عليها صور او فيديوهات او صور الناس اللي بتحبوهم، او بتحطوا عليها صوركم، يعني بدل ما تحطوا صوركم على الموبايل بتحطوها على الشنتاي كمان، عشان اذا طلعت يتعرفوا عليكم من طريق جمالكم. شنتاي بيجي معها عيون. يا جماعه اليوم جبت لكم موديل شاشه ما راح تلاقوا منه بكل العالم، شاشه سامسونج هي للفلل والمزارع والبيوت المميزه، واذا بدكم قطعه محروفه شوفوا هي الشاشه بتجي بالاطار الابيض الملكي، شاشه كاملة المواصفات فول اتش دي، ايش بخطر على بالكم فيها؟ وكمان موجود شاشات سامسونج الاصلية موديل 2025 وبكل القياسات وباسعار رائعة. ايش شو هي؟ اكيد حجرة. لا مو اكيد حجرة حبيبي، هي سبيكر بتشتغل على الطاقة الشمسية، هي حصريا من سامسونج وبتلاقوها هون. كفر تشات جي بي تي صار موجود حصريا هون، في تشكيلة كتير كبيرة منهم، بالاضافة موجود هذا الكفر بيجي معه اي لاينر، يعني بتصيري حلوة بتحطي كفر، بالاضافة عندكم كفر لبوبو هيك بخفص وبطلع راسه، وكفرات المارشميلو الايفون 17 كمان صارت موجوده حصريا هون. موجود كمان كل انواع الموبايلات اللي بتخطر على بالكم وباحدث الاصدارات وباحلى الاسعار. يا جماعه فعليا لقيت اكسسوارات اول مره بشوفها هون، يعني اول شيء شوفوا لي هي المروحه، في عندكم هذا الباور بانك ماك سيف بطاريه ليثيوم، موجود كمان كل الادوات الكهربائيه من سامسونج الاصليه، برادات، فريزات، غسالات، مكيفات، جلايات، مكانس، خلاطات، اي شيء بيخطر على بالكم. قرب لعندي تعال شوي، شوف لي مثلا هي، هذا مو براد، هي فريزه فقط، هي انفرتر موفر للطاقه، يعني بتجمد وما بتسحب كهرباء كثير. بالاضافه في عنده مثلا هذا البراد المميز، هذا سامسونج الاصلي بيستوعب مساحه كبيره. في عندكم هي الجلايه، خلي جوزك يشتري لك اياها بدل ما تتعبي ايديك بالجلي. كمان في غسالات سامسونج الاصليه 7 كيلو، 8 كيلو، 9 كيلو. في عندكم كمان هون مكيفات سامسونج. وعنوان نقطه بيع سامسونج البراق هي بالجماليه امام مسرح نقابه الفنانين، ومشوا معي.